بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طابت أوقاتكم بكل خير. أنتم على موعد مع مواجهة كبيرة تجمع بين الماضي والحاضر، التاريخ والطموح، العراقة والأمل. فدب الحصن يدخل هذا اللقاء بكبرياء الكبار وبثقة الأبطال أمام فريق طامح آمل في تحقيق انتصار يلفت إليه الأنظار، ليكتب اسمه بحروف أغلى من الذهب وأقيم من الماس ويسير على درب الكبار. في الشمال الطيارة سحتيت عرضية من الطيارة، عرضية مرة تانية، لكن في الشمال انطلاقة الدبة عرضية على القائم الثاني، تمويلة اتحطت في العمق خطيرة جدا لفورت فيرتوس، عرضية لكن على طول. المركز الثاني خلف يونايتد مترأس جدول الترتيب. خلينا بقى من الدوري، خلينا للكاس. عرضية نضور، جول 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 من غير ما تلف ولا تدور. دور على نضور يسجل من خلالها دب الحصن الأخضر الذي يعطي الضوء الأخضر ويسجل في مطلع الدقيقة النشطة جدا في المباراة. بيسدد حلوة يا بويا، حلوة يا بويا ديابي. بيفكرنا مرة تانية عصام، عدى بالمهارة، عدى بالحلاوة، ولكن ترتطب العرضية. خلينا نشوف الانفراد، التعادل يضيع. حط إلى عليون، لمسة في العمق، ممكن جول، ولكن حارس وصل إلى المرمى لكن بطريقة غير شرعية بهدف أبيض، والمرة دي جول، المرة دي هدف شرعي، هدف التعادل. 1-1 مع دخولنا في الدقيقة 44 من العمر وزمن اللقاء. فورت فيرتوس يغلف أداؤه الظهوري. ابو حميد يلعبها حلوه هناك في منطقه الجزاء، عليون نضور، والثاني ضب الحصن. السر في التبديلات، سر الخلطه كان في التعديلات، سر الخلطه كان عند برونو فيريرا اللي يعني غير وبدل الامور تماما. مفيش 5 دقائق ياتي الرد، ياتي امامنا الهدف الثاني لضب الحصن في هذه المباراه. هذه مرة تانية تسديدة لكن في أحضان الحارس. لمسة على حدود المنطقة، الاستلام، تهيئة في اليمين، هجمة جديدة، عرضية جديدة، التعادل بكل هجمة، ويضع ثاني أهداف اللقاء وهدف التعادل في المباراة. 2-2. هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ لمسة على حدود منطقة الجزاء، انطلاقة إلى نضور، جول، وحكم اللقاء وركل الجزاء. عليون نضور، هل يطلق رصاصة الرحمة؟ نضور يبهر كل العيون، ويسجل هدف في المضمون، ويضع 3 أهداف دب الحصن في المباراة، ويطير إلى الدور الثمانية. والمرمى خالي. خلص لمسة هناك، دب الحصن في دور الثمانية، خلاص انتهى كل شيء. ومعها أيضا صافرة حكم المباراة السيد ناصر العلي الذي يطلق صافرة نهاية واحدة من أفضل اللقاءات، واحدة من أجمل المباريات. في الختام لا يسعني إلا شكر حضراتكم، وفي الختام خير الكلام هو السلام. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.